مطلوع سميد بطريقه سهله ومبسطه بلا بيتخان بلا حتى غبو، والنتيجه تاعو كيما راكم تشوفوا يجي هايل. في الجفنه تاعنا راح نحطوا كاس تاع سميد، نزيدوا عليه ملعقه اكل عسل، ملعقه اكل خميره الخبز، كاس تاع مدافي، نحركوا بالفوي ونخلوا كلش يختمر ولا يتفاعل 4 ساعه ولا 20 دقيقه. من بعد نزيدوا كاس تاع سميد رطب واحد اخر، ملعقه تاع الزيت، شويه تاع الملح، ونطموا العجين تاعنا كيما راكم شفتوا بلا ما تدلكوا. في الاخير راح نضيفوا له ملعقه تاع زبده بدرجه حراره الغرفه، ندخلوا هذيك الزبده نخبطوه غير دقيقه هكايا، نغطوا العجين تاعنا ونخلوه يختمر مره اولى لمده 20 دقيقه. من بعد نحيو هذاك الفيلم اليمونتير ونخبطوا العجين تاعنا بهذه الطريقه كيما نديروا مع الخفاف. نكرروا هذه العمليه 3 مرات، وفي المره الاخيره راح نخلوه يختمر مليح حتى يضاعف الحجم تاعو. من بعد نجيبوا العجينه تاعنا نقسموها الى كويرات ونرمدوهم مليح في السميد رطب ولا في الفرينه، نتوما في الاختيار تاعكم، ونخلوهم هكذا بلا ما نقرصوهم 5 دقائق واحد اخرين فوق ان تخشون يكون فيه السميد. من بعد نقرصوهم ونخلوهم هاد الخطره يختمروا 4 ساعات، ما تزيدولهمش فوق 4 ساعات خاطر راح يخمروا بالخف. ونطيبوهم في فرن ولا في طاجين تاعنا يكون مسخن مليح مليح كيما راكم تشوفوا، حتى تحصلوا على مطلوع حمر بنين خفيف وهايل. جيسبر الوصفه تاع اليوم تعجبكم، نقولكم على بروشين ان شاء الله.